اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. حبيباتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم باش نصايبوا السردين بالشرمولة ديال الحوت وفي الفران، يعني كيجي لذيذ بزاف، كي بحال الا مقلي بزوج المعالق ديال الزيت فقط. تبعوا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم وتبعوا المراحل ديال الفيديو. ان شاء الله راه الفيديو شرح نفسه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. حبيباتي ما تنسونيش من لي لايك، من بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بطبيعه الحال من دعواتكم. تبعوا الفيديو ان شاء الله. حينما وصل النبي إلى سدرة المنتهى وأوحى إليه ربه: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى. قال: يا رب، إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسخ، فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال الله تعالى: أنزل عليهم رحمتي وأبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن توكل علي كفيته، وأستر على العصاة منهم في الدنيا، وأشفعك فيهم في الآخرة. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم. يا محمد، إذا كنت أنا الرحيم وأنت الشفيع، فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟ سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أرحمك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أستغفر الله. أكثروا من الاستغفار. اللهم اجعل تذكيري صدقة جارية. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا، فإنهم يسألون عنهم رب العزة ويقولون: يا رب، لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، لم نرهم. فيقول الله جل وعلاه: اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. الصديق الوفي هو من يمشي بك إلى الجنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، فقولوا: يا ربنا، عبدك فلان كان يذكرنا بك. ثم بكى رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أسألكم: إن لم تجدوني بينكم في الجنة فاسألوا عني، لعلي ذكرتكم بالله ولو لمرة واحدة. اللهم إنا نسألك رفقة خير تعيننا على طاعتك، وأدم اللهم علينا تآخين فيك إلى يوم لقياك.